عشان اكمل اعمل فيديوهات تفيد ناس اكتر، يا ريت تعملوا سبسكرايب وشير للفيديوز. اهلا بيكم في حلقه جديده في كلمه مصدقينها مع حجازي. النهارده هتكلم عن موضوع فني شويه في عالم العربيات، فممكن الفيديو ده ما يعجبش كل الناس، بس انا احب اتكلم عليه عشان انا سمعت كلام كتير قوي في الموضوع ده هي كدبه وناس كتير قوي مصدقاها. موضوع الكويل اوفر، انا مش هشرح كتير عشان الموضوع ده للناس اللي هي تكنيكال وفاهمه يعني ايه كويل اوفر. كويل اوفر ببساطه هي نظام عفشه بيتركب في العربيات الرياضيه، المساعد بيبقى حته واحده مع السوسته، وبينفع توطي وتعلي العربية برجلاش بحيث انك انت على حسب بتستخدم العربية فين، وكمان بتعرف تنشف وتطري الصوص المساعد. اول ما اي حد بيفكر يوطي عربيته ويخلي شكلها حلو على طول بيسأل على كويل اوفرز العربية دي، واغلب الناس بتصحوا ان هو يشتري كويل اوفرز، سواء محلات الجديدة او محلات قطع غيار الاستيراد بيحاولوا يبيعوا له كويل اوفر. الكويل اوفرز بقت غالية قوي، يعني انت عادي جدا فعشان عربية بتتكلم من اول 20,000 جنيه. ده من ارخص انواع الكويل اوفرز ده ساعه ما عملت الفيديو ده، وانا عارف ان في حاجات اغلى من كده بكتير، وفي ماركات مشهوره جدا في الكويل اوفرز مش محتاج اتكلم عليها. بس هل فعلا انا لو عايز بس اوطي العربيه عشان يبقى شكلها حلو وتديني اداء متوسط على الطرق العاديه بتاعتنا محتاج ان انا اركب كويل اوفرز؟ الاجابه لا، ودي الكذبه اللي احنا مصدقينها، والناس اللي هي بتحاول تروج لك الموضوع ده عشان تبيع الكويل اوفرز. طب انا عايز اوطي العربيه واخلي شكلها حلو وفي نفس الوقت اظبط ادائها شويه. عادي جدا ممكن تركب حاجه اسمها سوست سبور توطي العربيه بالمقدار اللي انت عايزه. السوست سبور بقى عالم لوحده، وعشان كده ده العالم اللي بوظ مفهوم ان انا لازم اركب كويل اوفر عشان اوطي العربيه. للاسف نزل كتير قوي في السوق سوست توطيه رخيصه، ودي اللي بوظت فكره ان انا ممكن اوطي العربيه بالسوست. وفي ناس طبعا بتعمل حاجه تانية ان هي تقطع من السوسته كذا حلقه فتقوم موطي العربيه، وده ببلاش عند اي عفشاجي بيعمل الكلام ده، وده طبعا خطر جدا وغلط جدا عشان السوسته مش مصممه انك تقطع منها، ولو قطعت منها عادي جدا ممكن تتكسر منك وانت ماشي، ودي هتبقى مصيبه في حد ذاتها لو حصلت وانت ماشي. فانا ما انصحش حد يعمل كده. بس بالنسبه للسوسة سبور في انواع كتيره محترمه، منهم ايباخ الالمانيه، وبتوطي العربيه على حسب المقدار اللي انت عايزه. في منها ستريت لاين، في منها ريسنج لاين، وكل سوسته مكتوب فيها هي بتوطى قد ايه. انا من الناس اللي بحب ايباخ جدا، انا ركبت الايباخ ستريت في كذا عربيه وفعلا بتوطي بمقدار كويس، وفي نفس الوقت بتديك نشفان حلو واداء خطير جدا على الملفات من غير ما تبوظ لك السواقه ان هي تبقى ناشفه جدا. اسعارها احسن بكتير قوي من ان انا اركب طقم كويل اوفر، وكان فيها ميزه كبيره قوي ان في اغلب العربيات، مش كل العربيات، في اغلب العربيات بتعرف تركب السوسته دي على المساعد اللي عندك من غير ما انت محتاج تشتري مساعد سبور عشان يتماشى مع السوسته. فخلاصه الكلام، لو انت عايز توطي عربيتك عشان شكل واداء احسن شويه استخدم سوسة سبور، استخدم ماركات زي ايباخ في الموضوع ده، لكن مش محتاج انك تركب كويل اوفر. لو انت ناوي تسابق بالعربيه او تخش اوتو كروس او الكلام ده كله، هات بقى كويل اوفر عشان انت هتحتاج الكلام ده في الملفات، ان العربيه تكون فعلا ناشفه وتستحمل حمل التراك اللي بيبقى عنيف على العفش بتاعت العربيه. انا كمان ركبت سوسة ايباخ دي في عربيات كتير قوي سواء الماني او ياباني، وميزتها انك انت بتعرف تشتري السوست بموديل العربيه، وممكن انت تجيبها من بره بنفسك وتدفع شحن وجمارك، او تشوف اي حد يجيبها لك معاه، او عن طريق ان الشركه بتستورد من بره. انا مش بعمل لهم اعلان ولا حاجه يا جماعه، دي شركه في المانيا كده كده مش هيعملوا لي حاجه، بس انا بتكلم احسن لعربيتك وكمصروف بتبقى اقل بكتير قوي بدل ما اجيب كويل اوفرز رخيصه او كويل اوفرز استيراد، وده طبعا اوحش بكتير قوي. يا ريت تكون حلقه النهارده عجبتكم. لو عندكم اي اسئله في الموضوع ده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس تحت، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.